السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتكم حلويات مايا. فيديو جديد. اليوم ان شاء الله نحضر معكم كيك الشوكولا خطير جدا في المذاق ديالو، من اروع ما جربت مسقيه بصوص كتخليها كتجي معلكه كتذوب في الفم. كنتمنى الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم ودعموني بلايكاتكم وتعليقاتكم وفرجه ممتعه. بسم الله. اول حاجه غنوضع 3 حبات بيض اللي هما من الحجم المتوسط. عندكم البيض كبير كنديروه فقط بيضتين اللي هما كبار. غنضيف ليهم كاس الا ربع من سكر حبيبات اي سكر سنيده، والسكر دائما كيبقى على حسب الذوق. كنخلطوا هاد المكونات جيدا غير بالطراب اليدوي، والناس اللي متوفر لهم الطراب الكهربائي ممكن يطلعوا به. كنحركوا جيدا، كنخلط مزيان حتى الحبيبات ديال السكر سنيده كيذوبوا ليا مع البيض. غنضيف عليهم هنايا نصف كاس ديال الزيت، ودائما القياس بعبر كاس لانبه اللي السعه ديالو 200 مليلتر من السوائل. من بعد غنضيف عليه علبه من الياغورت بنكهه الفانيلا، وكنخلط الكل جيدا حتى ينسجموا ليا مع باقي المكونات بهذا الشكل هذا. من بعد غنضيف 2 معالق صغيره من الكاكاو المر. كندمج الكاكاو مع باقي المكونات حتى يندمج ليا جيدا. كنمزج جيدا. بعد ما ندمج لينا الكاكاو مع باقي المكونات غنضيف كأس من الدقيق، وغنضيف كذلك كيس من خميرة الحلويات. غنغربلهم مزيان. الدقيق ديالنا دائما السر باش كيجينا الكيك ديالنا مهوي من الداخل وخفيف، فضروري كنغربلو الدقيق. كنغربلو الدقيق مع الخميرة جيدا، وكنحاولوا نمزجو الكمية الاولى، ودائما كنبداو المزج من الوسط وحنا غاديين للجوانب باش ما يتكتلش لينا الدقيق. كنحركو جيدا بهذه الطريقه. من بعد غنضيف نصف كاس من الدقيق وكنغربلو جيدا، والا كان لينا الخليط ديالنا خفيف كنزيدو الكميه. بالنسبه ليا كما غتلاحظوا معايا انا احتاجيت كاس ونصف من الدقيق، وكيف كنقول لكم دائما الدقيق كيبقى على حسب النوعيه ديال الدقيق اللي استعملته، لانه كاين الدقيق اللي كيتشرب السوائل وكاين الدقيق اللي ما كيتشربش السوائل. ودائما العبار بكاس العنبه. وباش كنعرفوا الخليط ديالنا انه جاهز كنكتبوا به 8 وما كتختفيش من الوجه ديال الكيك حتى كنكملوا الكتابه ديالها. بالنسبه لهاد الكيك كتجي ناجحه وخفيفه بزاف كما كتشوفوا معايا هنايا. ما سرعتش لكم المقطع باش تشوفوا القوام ديالها كيفاش كيجي. من بعد غنجيب قالب اللي مدهون بالزبده وكنبدا نفرغ فيه الخليط ديالي، وكندخلو الفرن اللي مسخن من قبل على درجه حراره 180 درجه. كنشعل عليه فقط من الاسفل، وبالنسبه للفرن ديال الغاز فكنشعلو عليه من التحت وكندخلوه الفرن اللي هو بارد. من بعد ما طابت ليا الكيك ديالي كنحيدها من القالب وكنوضعها على واحد الشبكه وكنخليها حتى كتبرد ليا جيدا. كما كتلاحظوا معايا الكيك ديالي كتجي طالعه وكتجي هشيشه وخفيفه. كما كتلاحظوا معايا كتجي قطنيه. دابا غنوضعها جانبا وغنمر باش نحضر الصوص. بالنسبه للصوص كنحتاجو فيها 10 قطع من الشوكولا السوداء اللي ذوبتهم على حمام مائي. غنضيف ليهم الحليب دافئ تقريبا ما يعادل نصف كأس من الحليب بعبار كأس العنبه. بالنسبه ليا بغيت الصوص ديالي تجيني خفيفه باش تشربها ليا الكيك وتجيني معلكه من الداخل. تقدروا تنقصوا الكميه ديال الحليب الا بغيتوا الصوص ديالكم تجيكم عاقده. كنحركوا الشوكولا مع الحليب جيدا حتى كيندمجوا ليا مع بعض.
من بعد ما صبحت لي الصوص ديالي بهذا القوام، دابا غنمر باش نوضعها على الكيك. دابا غنفرغ الصوص ديالي على الكيك، وكنبدا نحاول نوصل الصوص ديالي للجوانب بهذا الشكل هذا. بالنسبه لهاد الصوص كتجي رائعه، كتجي لذيذه بزاف، وكتخلي لينا الكيك ديالنا كتجي معلكه وكتجي هائله. كنحاولوا نوصلوا الصوص للجوانب بهذا الشكل هذا. وهذا هو الشكل ديال الكيك ديالنا من بعد ما وضعنا عليها الصوص. كما كتلاحظوا كتجي رائعه، كتجي لذيذه بزاف، كتجي معلكه وكتذوب في الفم، والصوص ديالها كتجي خطيره في المذاق. كنتمنى انكم تجربوا هاد الوصفه، وانا اكيد الا جربتوها غتنال الاعجاب ديالكم. كنتمنى تدعموني بلايكاتكم وتعليقاتكم، وايضا اقتراحاتكم الوصفات اللي بغيتوني نحضر معكم. ولا كنتو جداد في القناه فمرحبا بكم والف مرحبا. اشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس باش دائما توصلوا بجديد الوصفات. ما نطولش عليكم، بسلام عليكم الى الوصفه القادمه ان شاء الله.